ومضتنا النهارده عن اكبر ابواب القاهره الفاطميه واضخمها واجملها، باب زويله، وهو ثالث ابواب القاهره من بعد باب النصر وباب الفتوح اللي اتكلمنا عنهم الومضه اللي فاتت. بس بصراحه هو فعلا اروعهم. بناه بدر الدين الجمالي سنه 1092، يعني بعد ما جدد ورمم البوابتين التانيين ب5 سنين. موجود في شارع المعز لدين الله الفاطمي من جهه الجنوب، وتسمى باب زويله على اسم قبيله زويله من شمال افريقيا، واللي كان منها جنود بيخدموا في الجيش الفاطمي. المصريين اطلقوا عليه كمان بوابه المتولي او المتولي، لان ده مش اسم ولا لقب، ده شغل. المسؤول او المتولي اللي كان بيقعد في مدخل البوابه لتحصيل الضرائب من القوافل والبضائع الداخله والخارجه من والى القاهره. الباب ده ما كانش بس بوابه دخول وخروج، ده كان شاهد على احداث كتير في تاريخ القاهره. اتعلق عليه السلطان طومنباي اخر سلاطين المماليك على يد سليم الاول، وسيف الدين قطز اللي علق عليه رؤوس رسل هولاكو لما جم يهددوا مصر. ده من كتر اللي اتعلقوا عليه المصري لما يتغاظ من حد يقول له والله يا اخي ده انت تستاهل تتعلق على باب زويله. الباب ده شاهد على عصور المجد والدم، ولسه بيحكي حكايه بلد ما وقفتش يوم قدام الزمن. ودي كانت ومضه بتحكي جزء من الحكايه.